أعزائي المشاهدين وعشاق المانجو المصرية في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد هنتناول فيه الجزء الثالث من إدارة فترة العقد والتزيير في المانجا في أحد المزارع الأصناف المحلي بجمعية أحمد عرابي. احنا دلوقتي واقفين في احد الاصناف المحلي صديقه فجر كلان، معظم بقى عويس، معظم الاصناف المحلي زي ما حضراتكم عارفين. احنا النهارده هنتناول في الفيديو دوت يا جماعه الجزء الثالث، وهو عباره عن ما بعد ازاله التزهير والنموات الغير مرغوب فيها اثناء ازاله التزهير. ايه اللي المفروض احنا نقوم بيه بقى بعد انا عملت ازاله للتزهير؟ ايه اللي المفروض اقوم بيه؟ في بعض العمليات اللي احنا لازم نعرفها الاول عشان اساعد الشجره على انها تطلع تزهير جديد. اول حاجه لازم اعمل ارش رشه تطهير وقائي، تطهير ضد معظم الامراض الفطريه او البكتيريه اللي هتبقى ساكنه على الشجره، بجانب تطهير الجرح اللي انا عملته اثناء ازاله التزهير والنموات الغير مرغوب فيها. والرشه دي عباره زي ما حضراتكم عارفين، يا اما هيدروكسيد نحاس كويس مصدر موثوق منه، يا اما اسيتات نحاس، يا اما جلوكونات نحاس، اي ماده نحاسيه كويسه. وما كانش من المواد دي في اصناف كتير في السوق بعيد عن النحاس برضو جيده وشغاله معانا كويس. اساعد ازاي بقى الشجره على انها تخرج على نموات جديده وبتاع ده نموات زهريه جديده او نورات زهريه جديده؟ لازم اول حاجه لازم اكون عارفها عندي ان الشجره عندي تكون جميع طراحات الشجره بيوصل لها ضوء من جميع الاتجاهات. دي اول حاجه، لان بدون الضوء مفيش تزهير هيطلع، لان زي ما حضراتكم عارفين الضوء هو سبب من الاسباب الرئيسيه اللي بيساعد على خروج البراعم الزهريه بعد درجه الحراره. يعني انا النهارده درجات الحراره الليليه عليها عامل كبير قوي في انشائيه البرعم الزهري، اما الضوء فهو العامل اللي بيحدد عدد البراعم الزهريه اللي هتخرج. والدليل على كده ان لو عندي برعم جوه الشجره مقفول ومفيش فيه ضوء مش هيظهر. دي حاجه. يبقى اول حاجه احنا قلناها لازم جميع الطراحات اللي موجوده على الشجره تكون واصلها ضوء من كل الاتجاهات، حتى لو في قلب الشجره من جوه. تاني حاجه لازم في الفتره دي يا جماعه ما اقومش باي عمليات تجهد الشجره على اساس ما تاثرش على خروج البرعم. زي احنا اتفقنا قلنا عدم اجراء عمليات الخدمه الشتويه. يعني ما فيش حد يقوم بعمليه خدمه شتويه او يقول لك هحط سباخ بلدي او كومبوست او ايا كان دلوقتي. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا ما اقومش باي عمليات عزيء تكشف لي جذور وتاثر عليها وممكن يجي لها اي ضربات صقيع في الليل. احنا لسه معرضين على فكره، لان السنه اللي فاتت الصقيع جالنا في اخر شهر 2، فاحنا لسه معرضين ولسه ما نضمنش الجو. فانت النهارده ما تقومش بعمليه عزيء تكشف اي جذور. تالت حاجه والمهمه بقى ان انا النهارده في بعض المزارع بتقوم بعمليه رش مبيدات حشائش. الكلام ده دلوقتي يا جماعه غلط. النهارده عشان ترش مبيد حشائش على تحت اسفل الاشجار هيجهد المجموع الجذري تحت وهيأثر عليه في عمليه امتصاص الرطوبه، وبالتالي هيقلل من خروج البراعم الزهريه الجديده. دي بعض العمليات اللي احنا قلنا عليها واللي لازم نبقى درسينها كويس قوي على اساس ما نديش اي اجهاد على الشجره يقلل من عمليه خروج التزهير. يبقى دي اول حاجه بعد ازاله البرعم الزهري. بعد كده البرعم دوت لما بيحصل ليه انتفاخ او بدايه بزوغ بقى البراعم الزهريه الجانبيه ديت، المفروض في بعض العوامل اللي بتساعده عليها. زي ايه؟ اول حاجه لازم نعمل الرشه دي تكون فيها فوسفور عالي مع بورون وزنك عشان خاطر تساعدني على خروج البراعم الزهريه الجديده. ممكن اضيف معاها طحالب بحريه ولا حاجه عشان خاطر تقلل عليها الاجهادات اللي نازله على الشجره من نتيجه البرد. ممكن ارش رشه بعد كده، بعد الرشه دي رشه تحميلي البرعم ده من ان هو يصاب بالتشوه الزهري او التكتل الزهري او مثلا يصاب بالاكاروس. ازاي؟ ان انا ارش رشه ابامكتين مع كبريت مكروني، ودي هتبقى رشه مزدوجه ما بين الكبريت، لان الاثنين الكبريت والابامكتين الاثنين مشتركين في قتل الحلم الدودي او
العنكبوت الاحمر، وفي نفس الوقت هيبقى فيه وقايه من الكبريت ضد البياض الدقيقي. والرشه دي مهمه جدا لان دي توقيتها المناسب، لان مع كل بدايه خروج دوره نمو وخروج وبدايه انتفاخ البرعم بتبقى العمليه سهله جدا على الحلم الدودي ان هو ممكن يخترق ويسبب لي الاصابه لو عندي فطريات في الارض. طب لو انا النهارده عايز ابدا تسميد بقى اعمل ايه؟ اول حاجه لو انا عندي ارضي فيها نسبه ملوحه وملوحه شديده وانا عارف ونسبه الملوحه عاليه، يبقى انا لازم اخش بمعالج ملوحه جيد جدا عشان خاطر ابعد الاملاح عن الجدر، اللي عشان كده تقدر الشجره تمتص الميه وتبدا تعمل انتفاخ للبرعم وبالتالي بزوغ البراعم. تاني حاجه ولو الارض عندي ما فيهاش املاح بالمناسبه، ممكن بنسحب سحبه حتى ولو معالج ملوحه متوسط، في سبيل ان انا ابعد اي املاح نتيجه الايه الصوم، لان الشجر كان صايم او بمعنى صح كان في فتره تباعد للري، فبالتالي ادى الى دخول الاملاح على شعرات الجذريه. بعد سحبه الاملاح دي لازم اخش بسحبه اعفان جذور. طيب اعفان الجذور دي بترجع على حسب استطاعه كل مستثمر او صاحب مزرعه وامكانياته. ازاي؟ ان انا النهارده ممكن اسحب سحبه اعفان جذور قويه، وممكن حد تاني يسحب سحبه اعفان جذور عباره عن حامض فوسفوريك مع الجنزاره، يخلطها بالنسب المعروفه وبعد كده يبدا يسحب. في الحاله ديت انت عملت تطهير للشعيرات الجذريه من الجرثومات بتاعه الفطر اللي ممكن تكون تطفلت على الشعيرات نتيجه تباعد فترات الري، وبالتالي انت نشطت الجدر عشان يبدا يشتغل ويساعدني على خروج البرعم. بعد التسميده دي بثلاث او 4 ايام ممكن اسمد تسميده ماب مع فالفيك. التسميده دي كويس جيده جدا برضو على اساس اخرج بيها الايه البراعم، وممكن احط ليه معاها منشط جذور لو امكن. الري في الفتره دي يا جماعه مهم جدا ان انا ابدا ازوده تدريجيا، زي ما انا قللت الري مع دخول الشتاء او مع خروج الصيف وبدايه دخول الشتاء تدريجيا، برضو نفس الكلام ابدا ادخل الري بتاعي تدريجيا. ما ينفعش ان انا اخش بريه شديده مره واحده عشان ما اعملش اجهاد على الشجره تضرني وتقلل من خروج البراعم الزهريه. ده كان كل اللي مطلوب مننا في الفترة الحالية بعد عملية تقصيف الزهر وإزالته مع النموات الغير مرغوب فيها اللي احنا اتفقنا عليها في الجزء الثاني في الفيديو اللي فات. كان معكم المهندس حسام أبو زهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.